أنا لست هنا اليوم لأخيف أحداً ولا لأجذب التعاطف، لكنني أؤمن أنه يجب على الناس أن تعرف أن أمراً غريباً وخطيراً جداً أصبح منتشراً في الفترة الأخيرة بشكل مرعب. مش هتصدقوا مين اللي بيقع في الفخ ده. في محامين، في موظفين بشركات بترول، في ناس مناصبها عالية جداً، ومع ذلك وقعوا في نفس اللي وقعت فيه أنا وزوجي. اسمي أمل وزوجي حسن. كنا موظفين عاديين، حياتنا هادئة ومستقرة. حسن كان شاب محترم، بيصلي، سمعته نظيفة، محدش كان يتخيل إنه يعمل حاجة غلط أبداً. ربنا ما رزقناش بالأطفال، لكن في الأول الموضوع ما أثرش علينا، كنا بناخد علاج ومكملين حياتنا. مع الوقت حسيت بملل رهيب، خصوصاً في شغلي. قررت أستقيل من وظيفتي وأتفرغ للشغل الحر، هدوم، مكياج، لانجري. افتتحت محل صغير في منطقتنا والأمور المادية تحسنت شوية، لكن بعد كده الدنيا غلت والمصاريف زادت ودخلنا بقى مش مكفي. مش عارفة بالضبط إمتى العلاقة بيني وبين حسن بقت باردة. ابتعدنا عن بعض من غير ما نحس. الراحة والسهولة اللي كانت بينا اختفت. في يوم من الأيام فاجأني حسن وقال لي: أنا مش مرتاح معاكي الفترة دي، حساكي اتغيرتي. انصدمت، قلت له: أنا عاملة كل حاجة، البيت نظيف، أكلك جاهز، أنا مهتمة بنفسي أكتر من الأول. قال لي: لا، أهم حاجة مقصرة فيها هي العلاقة الزوجية. وقتها استغربت جدا، لأن أنا ما طنشاش حاجة. طلبت منه يوضح، لكنه ما ردش بوضوح. الصبح لقيتنه ماشي في البيت زي الفرخة الدايخة. سألته: مالك؟ قال لي: انتي كنتي مبسوطة امبارح معايا؟ قلت: أكيد. قال: طب أنا ليه مش مبسوط معاكي؟ الكلمة دي فضلت في دماغي طول اليوم. افتكرت إنه ممكن يكون عايز ينفصل أو زهق مني بسبب موضوع الأطفال أو المصاريف، لكن اللي جاي كان أعظم. قررت أعمله مفاجأة، أكلته المفضلة، البرفان اللي بيحبه، لبسته الحلوة. استنيته زي العروسة، لكنه دخل البيت ووشه مكشر. حاولت أضحكه، أتدلع عليه، لكنه كان بارد وجاف. أكلنا على عجلة، بعدين قعد جنبي وقال: عايز أوريكي حاجة. حسبتها فيلم على التلفزيون، لكنه طلع الموبايل وفتح موقع غريب. اللي شفته خلاني أرتجف. فيديوهات عن تبادل الزوجات، ناس بتروح بيوت ناس تانية ويبدلوا شركائهم. نظرت له بصدمة، ده الراجل اللي ما كانش يتخيل حد يشوف صوره. قلت له: انت عايز تفهمني ايه؟ قال: الناس زهقت يا أمل، ده حلال، ده تجديد. الخطاف. ابتسمت له ببرود، لكن قلبي كان بيحترق. مشيت من قصاده وسكت. كنت فاكرة إن الصمت معناه إن أنا لسه بعرف أسيطر على الموقف، لكن الحقيقة الصمت كان بداية النهاية. رفضت الفكرة بشدة في البداية. قلت لحسن: أنت عايز توريني الزنا وتقولي عليه حلال؟ لو عايز تتجوز اتجوز، بس اللي بتتكلم فيه ده حرام وقذر. لكنه ما استسلمش. كل يوم كان يوريني فيديو جديد، صفحة جديدة على فيسبوك، ناس جديدة بتعمل كده. كان بيقول لي: شوفي الفلوس قد إيه، الناس دي عايشة في مستوى تاني وإحنا قاعدين نعاني. الصفحات كانت مليانة صور وصفحات لستات ورجالة، ناس شكلهم محترمين، فيهم الفلاح والصعيدي والموظف الكبير. مصدومة إزاي المجتمعات اللي مفروض محافظة بقيت كده. لكنه فضل يكرر: ده مش زنا، ده تغيير مود. بدأ يلعب على وتر حاجتين: المال والانتقام من الملل. ومع الوقت بسبب إني كنت متفرجة على الحرام معاه، بدأ الشيطان يزينه في عيني. الموضوع اللي كان يقلب معدتي بقى شيئاً مثيراً للفضول. حسيت إن حياتي الباردة ممكن تتحول لمغامرة. ولما لاحظ حسن إني بدأت أتردد، ضاعف جهوده، بقى لطيف معايا، حنون عشان يقنعني. وفعلاً بعد أسبوع من الفرجة والمشاهدة وافقت. مش وافقة إني أعمل كده، بس وافقة إني أتفرج أكتر، ووافقة إنه يصورني. نعم، سمحت له إنه يصورني وأنا لابسة هدومي الخفيفة في البيت على الموبايل. قال: عشان نعرف نشارك في الصفحات. قال لي كمان: أنا عملت صفحة خاصة بينا، هنعرف نخبي هويتنا، محدش هيعرف مين إحنا، وحنكسب فلوس كتير قوي. سألته: مش غيران عليا؟
الناس تشوفني؟ قال أنا لو اتجوزت تانية هتلمس غيرك عادي، الفرق إيه؟ الجملة دي حسستني إني مجرد سلعة بدل ما تردعني، هي اللي خلتني أوافق. مش عارفة لو كان ده انتقام ولا غباء، لكني وافقت إني نستقبل أول زوجين في بيتنا. حسن رتب كل حاجة، المواعيد، الفلوس، حتى تفاصيل الأكل والشرب. قبل ما ييجوا بيوم كان فرحان زي العريس، وأنا كنت جوايا زي الجحيم. لما وصلوا حسيت إني هتخنق. الراجل كان غريب، مراته كانت صامتة. حسن ما قدرش يبطل بص فيها، أخذها من إيدها ودخل بها الأوضة. قبل ما يقفل الباب بصلي وقال روحي انتي كمان. الراجل التاني بصلي وقال نخش؟ دخلت الأوضة معاه وأنا مش مصدقة إني هنا. قفلت الباب، جلست على السرير، نظرت له وقلت مش هعمل حاجة. اندهش، قلت له هنتكلم بس وهتاخد فلوسك، اتفقنا؟ وافق. خرجنا من الأوضة بعد ساعة وحسن طالع من الأوضة التانية مبسوط جدا. سألني انبسطتي؟ قلت أيوة جامد. وكان ده كذبي الأول. الخطاف. ظننت أنني خدعته وأنني أحتفظ بشرفي، لكني كنت أجهل أن الكذب في الحرام يبقى حراما آخر، وأن الشيطان كان يخطط لمرحلة تالية أعمق بكثير من مجرد كلام في أوضة مقفولة. بعد ما راح الزوجين الأولين حسن ما كانش مصدق الفرحة، قعد يقول لي أنا عارف إني كنت على حق، شفتي إزاي الدنيا اتحسنت؟ سكت ومليش. جاب اللابتوب وفتح الصفحة وقال خلينا نشوف ناس جديدة، لو جبنا نفس الناس تاني هنتكرر الملل. كنت لسه متوترة، لكن في نفس الوقت كان عندي فضول أعرف مين تاني هيجي. وكمان بدأ شعور جديد يتملكني، الرغبة في الانتقام. جوايا صوت بيقولي حسن بيخونك مع ستات تانية، انت ليه مش عاملة زيه؟ خليه يتألم زيك. لكني كنت عارفة إني مش هقدر أخون جسمياً، فقررت ألعب لعبة تانية. كل زوجين جدد كان حسن يجيبهم كنت باخد الراجل للأوضة، أقفل الباب وأقعد أتكلم معاه، أضحك، أغير هدومي، أعمل نفسي مهتمة. كنت أتخيل إني بستمتع، لكن الحقيقة إني كنت بسمع دقات قلبي. ما سبتش أي راجل يلمسني، كانوا بيحاولوا يبدأوا وكنت بلف ودور وأغير الموضوع. إلا منهم زعلت، لكن معظمهم فضلوا عشان الفلوس. كانوا بيخرجوا من الأوضة يقولوا لحسن مراتك حلوة قوي، وكنت بخرج من الأوضة التانية أشوف حسن فرحان من اللي عمله مع زوجتهم. كنت بكرهه في اللحظة دي، لكن في نفس الوقت كنت مدمنة على الشعور بالسيطرة. كنت فاكرة إني بكسب المعركة. الفلوس بدأت تزيد بشكل جنوني، بقينا نستقبل ناس أسبوعياً وأحياناً أكتر من مرة في الأسبوع. حسن بقى طموحه أكبر، قال لي عايز أجيب صحابي وعايزك تجيبي صحابك وهنعمل تبادل، حتى لو جوزها مش موجود إحنا هنكون السباكين. اشمأززت من الكلمة، قلت له صحابي مش كده. قال يبقى تجيبي غير صحابك، المهم ناس جدد. في الفترة دي كنت بطلت صلاتي تقريباً، كنت بحس إني بره جسدي، بقيت أهتم بشكل مبالغ فيه، شريط قمصان كتير ومكياج غالي عشان أكون جاهزة لأي زوجين جدد. البيت اللي كان مكان راحة بقى مكان معصية، وحسن كان سعيد، بيخطط، بينسق، بياخد فلوسه، بس جوايا كنت بموت كل يوم. كنت بعاقب نفسي عشان أعاقبه، كنت بقول لنفسي هو بيلمس غيري وأنا بلمس غيري بالكلام بس، فإحنا الاتنين غلطانين. لكن الفرق إنه هو كان مبسوط بغلطه وأنا كنت متعذبة بغلطي. في يوم بصيت في المراية وملقتش أمل، لقيت ست غريبة، ست خانت أمانة بيتها، حتى لو ما عملتش الجنس، ست خانت ضميرها، ست خانت ربنا. بس بدل ما أقف كملت لحد ما جه اليوم اللي غير كل حاجة. الخطاف. في يوم دخل علينا راجل من الصفحة، بس كان شكله مختلف، عيونه مركزة جداً، مش كان بيبص على جسدي، كان بيبص على عيوني. حسيت إنه شايف اللي جوايا. وبعد ما دخلنا الأوضة قفل البيت، قال لي جملة غيرت مجرى القصة كلها. الراجل دخل الأوضة وقفل الباب بهدوء، ما تكلمش الأول، بصلي في عينيا وقال أنا مش جاية ألمسك، أنا جاية أقولك حاجة. قلبي وقع. قلت له مين أنت؟ قال أنا ضابط من مباحث الإنترنت، إحنا متابعين صفحة جوزك من شهر،
حسيت الدنيا بتلف بيا. قعدت على الأرض. قال: أنا عارف كل حاجة، عارف أنتي بتعملي إيه مع الرجالة اللي قبلي، وإنك ما كملتيش مع أي واحد فيهم. قلت له: طب أنت عارف إني مش حرامية بالشكل ده؟ قال: للأسف، أنتي في جريمة كبرى، ترويج للدعارة وتسهيل الزنا وإدارة موقع إلكتروني للفاحشة، ده كله عقابه شديد. دمعتي نزلت من غير ما أحس. الراجل قال لي: أنا معجب بصراحتك من بعيد، لكن ده مش هيغير حاجة. قوليلي، ليه ما سبتيش جوزك من أول مرة؟ ليه دخلتي نفسك في الوحل؟ ما عرفتش أجاوب. قلت له: كنت خايفة أسيب بيتي، كنت عايزة أعاقبه، كنت عايزة أحس إني مسيطرة على حاجة. قال: السيطرة الحقيقية كانت في الطلاق، مش في إنك تحطي نفسك في موقف يخليكي تتسجلي في قضية فضيحة. سكت. كان عنده حق، كان ممكن أطلب الطلاق، كان ممكن أروح لأهلي، كان ممكن أي حاجة تانية، بس أنا اخترت أحارب النار بالنار، وحرقت نفسي. قال لي: أنا هضطر أعمل مداهمة بعد ساعة، النهاردة كل حاجة هتتقفل، عندك فرصة تقولي الحقيقة قدام القاضي. سألته: حسن هيتعاقب إزاي؟ قال: هو المتهم الرئيسي، 15 سنة على الأقل. انتي ممكن تخفيف لو ثبت إنك كنتي مضطرة أو مش مشاركة فعلياً. في اللحظة دي ما كانش عندي حزن على حسن، ما كانش عندي غير ندم على نفسي، على سنيني اللي ضاعت، على شرفي اللي اتشوه، على أهلي اللي حينهاروا من الخبر. فجأة دقت الجرس، ناس كتير دخلت البيت، أخذوا اللابتوبات والموبايلات، قبضوا علينا إحنا الأربعة اللي في البيت، وشوية ورا بعض قبضوا على كل الزوجين اللي تعاملوا معانا من أول يوم. كانت قضية كبرى في المحافظة كلها. حسن بصلي من بعيد وأنا بخرج مع البوليس، كان فمه مفتوح من الصدمة. مش عارف إزاي اكتشفنا، لكن اللي صدموا أكتر إن كل الرجالة اللي دخلوا الأوضة معايا شهدوا إني ما عملتش معاهم حاجة. كلهم قالوا: الحق، كانت بتتكلم وبتهزر بس. الضابط اللي اتكلم معايا شهد برضه لناحيتي. أخدت حكم خفيف نسبياً بس عار أبدي. حسن أخد 15 سنة، ولما طلعت من المحكمة لقيت كل الناس اللي عارفانا بيبصوا علينا كأننا وحوش، وقالوا: مصدقين؟ هم دول اللي كانوا محترمين؟ إزاي وصلوا لكده؟ الخطاف: الجواب بسيط يا جماعة، البعد عن ربنا خطوة، الخطوة بتجر التانية، والتفرج على الحرام بيمهد لارتكابه. أنا دلوقتي عايشة بذاكرتي المسمومة، وبسأل نفسي كل يوم: ليه ما مشيتش وأنا لسه قادرة؟ الحمد لله على كل حال. مش بقول القصة دي عشان أقول إن أنا كنت ملاك، بالعكس، أنا مذنبة، مذنبة إني سكت، إني فركت، إني سمحت لجوزي يصورني، إني دخلت رجالة أوضتي حتى لو ما حصلش حاجة. الكلام الحرام والضحكة الحرام والنظرة الحرام كلها ذنوب، وربنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أنا قربت منه حتى لو ما دخلتش فيه كاملاً، ودي كانت الكارثة. عايزة أوجه كلامي لكل ست بتتفرج على القصة دي: اوعي تستهيني بالفرجة على الحرام، اوعي تفتكري إنك هتسيطري على الموقف، اوعي تفتكري إنك هتعاقبي جوزك الخاين إنك تنزلي لمستواه. اللي بينزل لمستوى الوحل بيتوحل. كنت أعتقد إني بعاقبه، لكني كنت بعاقب نفسي. كنت أعتقد إني بحمي جسدي، لكني كنت بدمر سمعتي. كنت أعتقد إني هخرج من القصة منتصرة، لكني طلعت خاسرة كل حاجة. خسرت جوزي، حتى لو هطلق منه دلوقتي بعد الفضيحة. خسرت بيتي، خسرت أهلي، خسرت شغلي، خسرت مستقبلي. لو كنت طلبت الطلاق من أول مرة كنت هتبقى حياتي صعبة بس نظيفة. دلوقتي حياتي صعبة وموشومة بالعار. الموضوع بقى منتشر بشكل مرعب، مش بس في الأرياف والصعايد، في القرى وفي المدن وفي الجامعة الخيرية وفي الشركات الكبيرة. الشيطان بيلعب على وتر التجديد ومكافحة الملل والفلوس السريعة، والناس بتنسى إنه ربنا بيقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحرام مش بيجيب رزق، الحرام بيجيب خراب. بصوا ليا أنا، الفلوس اللي جت بالحرام راحت في المحامي والمهزلة. الرجولة اللي ضاعت من حسن راحت في 15 سنة ورا القضبان.
السعادة اللي كنا بدورين عليها راحت في عذاب الضمير. نصيحتي لكل واحدة تقرأ كلامي: لو جوزك فتح موضوع زي ده، اقفلي الباب في وشه فوراً. لو أصر، سيبي البيت، روحي لأهلك، اطلبي الطلاق. العار ساعة أحسن من عار الدهر. والله لو كنت عملتي كده كنت دلوقتي نايمة مرتاحة حتى لو على الأرض. لكن أنا فضلت في بيتي عشان ما تسيبش بيتي، وخسرت بيتي للأبد. فضلت أقول هيعدل وهو معدلش، فضلت أقول هنتكلم وهو ما تكلمش. بالعقل فضلت أقول أنا هخليه يغير رأيه، وهو اللي غير رأيي أنا في كل حاجة. قصتي مؤلمة، بس لو واحدة بس تستفيد منها يبقى تعبي مش راح على الفاضي. احذروا، 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 ودعواتكم ليا بالثبات. دي كانت حكايتي مع تبادل الزوجات، حكاية بدأت بملل وانتهت بسجن وفضيحة. الخطاف الأخير: ربنا ينجينا جميعاً من فتن الضلمة وفتن العلاقات. وانت يا بنت الحلال، لو جوزك يوم من الأيام فتح الموضوع ده أو حتى ألمح له، قوليله كلمة واحدة: لا. ولو زعل قوليله الطلاق ولا الحرام، واتركي الباقي على الله عشان ما تبكيش زي ما أنا ببكي النهاردة. شاركيني رأيك في الكومنتات، واوعى تنسي إن الغلط لوحة ما تتشافش، لكن لو اتمسحت بتفضل أثرها. ربنا يسترها علينا جميعاً.